بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم يعني مشروع إنقاذ الأمة. نعم. أظنه موجود في عقل كل إنسان مسلم. نعم. كل أحد يتمنى أن ينقذ الأمة، وهو كما هو موجود في المعاصرين موجود في نعم. السابقين. نعم. أولا حكم الناس على المهدي. من هو المهدي؟ قال بعض العلماء إنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا حررناه قبل قليل وقلنا كيفية الإجابة عليه. وقال بعض العلماء إن المهدي هو المهدي الذي حكم من بني العباس، وهذا لا يصح، لكن أنا أذكره كقول موجود. نعم. ومعلوم أن أحد حكام بني العباس كان المهدي، يعني أبو العباس السفاح أسس، ثم جاء أبو جعفر المنصور، ثم المهدي، ثم الهادي، ثم هارون، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم إلى آخره. هذا الثاني وهو كذلك ضعيف. الثالث هو قول علماء أهل السنة، وهو أن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلت الأحاديث على أن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن اسمه إما محمد وإما أحمد. وجاء في بعض الروايات أن اسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح اسمه محمد ابن عبد الله. أهل السنة يقولون إنه من ذرية الحسن ابن علي. معلوم أن الحسن بن علي تنازل عن الخلافة لمعاوية فيما عرف بعد ذلك تاريخيا بعام الجماعة. ابن القيم يقول، وفي هذا سر لطيف، وهو أن الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لله عوضه الله جل وعلا بأن جعل أحد ذريته يحكم الأرض. سبحان الله. هذا قول أهل السنة وهو الذي تدل عليه الأحاديث. نعم. إذن على هذا هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي. العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب، والفاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراء. عند الشيعة الإمامية على أنه من ذرية الحسين ابن علي. إذن يتفق أهل السنة وأهل الشيعة في مسألة وجود مهدي منتظر، ثم يختلفون في ماذا؟ يختلفون في نسبته. نعم. من ذرية الحسن من ذرية الحسين، وهذا الاختلاف لا يضر. يعني إذا قلنا هو من ذرية الحسن من ذرية الحسين، يعني في آخر الأمر الحسن والحسين إخوة يعني. نعم. ثم قد يكون أبوه من ذرية الحسن وأمه من ذرية الحسين، يعني يمكن أن يقع هذا، فهذا لا إشكال فيه، يعني لا نجعله شيئا نقطة خلاف. نعم. لكن الخلاف في أنهم يقولون إنه ولد عام 255 للهجرة. نعم. ومعلوم أن الأئمة لما نقول مذهب 12 لأنهم يعني يقدسون 12 إماما بدءا بعلي وانتهاء بالحسن العسكري. الحسن العسكري طبعا هم يلقبون أئمتهم، يعني كل إمام له اسم وله كنية وله لقب. مثلا علي بن الحسين لقبه زين العابدين، وهكذا أبو جعفر السجاد الباقر. نعم. ثم نأتي للهادي، ثم نأتي حتى نصل إلى العسكري. قالوا إن ابنه محمد بن الحسن. نعم. العسكري هذا دخل في سرداب في بلدة سر مرأة وعمره 5 سنين، وأنه يعني يؤملون أن يخرج، ويقولون إنه غائب عن الأبصار حاضر في الأمصار. طبعا الشيعة هدانا الله وإياهم للحق يحبون السجع، هذا ظاهر فيهم إلى اليوم، فيقولون يورث العصا يملأ الفضاء، دخل في سرداب سر من رأى. فالسجع لديهم مقصودة في الأدعية في الأحاديث. طبعا السجع محمود جاء في القرآن، يعني يسمى في القرآن فواصل الآية تأدبا، ما نقول سجع، لكنه ليس على إطلاقه. لا نحكم يعني نجعل الأمر هو الحاكم كما يقولون يعني وكأنها أحاديث. نعم. الذي من هذا الخلاف الآن اختلف. الآن اتفقنا على أن الاختلاف الأول في النسب. نعم. ليس بقضية. نعم. لكن الآن طبعا أنا أؤمن بالرد العلمي الموضوعي. نعم. من يرد عليهم علميا وموضوعيا يقول: هل يعقل أن أحدا يدخل سرداب من عام 255 إلى الآن باقي فيه؟ الصواب الحق أن هذا يعقل، لا يغضب مني أهل السنة. يعقل بماذا؟ دائما الإنسان العاقل إذا صدق بشيء يصدق بمثيله، وإذا صدق بشيء لم يقبل نقيضه. واضح؟ يعني الدين لا يأتي بتعارض المتفقات ولا بتناقض المتفقات. فمثلا الدجال جاء في حديث تميم أوس الداري أنه موجود. نعم. وأنه سيخرج في آخر الزمان. فيأتيك المعارض يعني من طائفة الشيعة يقول لك: أنت لا تؤمن أن الدجال موجود كما عندك صحيح مسلم؟ تقول له: نعم.
قال يا أخوان أؤمن أن محمد بن الحسن العسكري موجود في السرداب، فالذي أبقى هذا هو الذي يبقى هذا. هذا من الناحية العقلية مقبول، واضح. فمن جاء من الأئمة من أهل السنة ورد من هذا الباب وقال هؤلاء قوم ليس عندهم عقول، من هذا المنطلق ليس موضوعا. نعم. واضح. لأن هذه المسائل لا تحل بالعاطفة، لأنك لن تقنع الناس بعاطفتك. نعم. وهو أنت تميل إلى عاطفة معينة، هو يميل إلى عاطفة معينة. نعم. ولا بد أن يكون الرد رد علمي. نعم. لأن الإنسان لا بد أن يكون واقع مع نفسه حتى يقنع، لا بد يقتنع بكلامه قبل أن يقنع الناس به. صحيح. فنقول إن المانع الحقيقي، إن الأصل في الناس أنهم يولدون ويموتون عما قريب. نعم. ويموتون عما قريب، هذا الأصل. إخراج أي أحد من هذا الأصل يحتاج إلى دليل. إخراج أي أحد من هذا الأصل يحتاج إلى دليل. فأخرجنا إبليس بآية قال فإنك من المنظرين. نعم. وإلا أصلا سيموت. نعم. وأخرجنا عيسى بن مريم بآية بل رفعه الله إليه. نعم. وأخرجنا الدجال بحديث تميم بن أوس الداري إنه وجد مقيدا، مع أن بعض علماء أهل السنة يقول في النفس حاجة من هذا الحديث. نعم. لكن على القول إنه هو طبعا في صحيح مسلم، لكن حديث فاطمة بنت قيس يعني من أفراد مسلم هو. على القول بهذا فالحديث صحيح مسلم حديث تميم بن أوس الداري به أخرجنا ماذا؟ نعم. أخرجنا الدجال. نعم. ولا نملك نصا صريحا بقوة هذه الثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم نخرج محمد بن الحسن العسكري. نعم. ونجرد العقل هنا، يعني لا نقول بالتجربة ولا بالعقل، العقل ما في الغيب، ما في تجربة عقل. الأصل أن كل أحد يولد يموت عما قريب. نعم. أما أن يعيش إنسان من عام 255 والآن نحن في 1430 يعني 1200 سنة، هذه تحتاج إلى دليل قوي حتى نثبتها، تحتاج إلى دليل قوي حتى نثبتها. وما أننا لا نملك دليلا نجري عليه ما يجري على الناس، نجري عليه ما يجري على الناس. طبعا في النتيجة واحدة مع أهل السنة، يعني النتيجة واحدة، لكن نحن نتوصل لها بطريقة علمية. نعم. لا بطريقة عاطفية. نعم. نعم. يعني احترامك لعقول الناس. نعم. هو الذي يحترمون به عقلك. نعم. ويقبلون قولك. نعم. لكن السخرية من الناس لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. نعم. ونحن بعثنا وجدنا هداه. نعم. لم نجعل نعم. يعني ذوي أصوات وجبرا للناس على أن ما يلجأ لهذا إلا الضعيف. صحيح.